عمرِك بصيتِ في المراية وقُلتِ ده مش أنا، مش بس علشان شكلِك اتغيّر، لكن عشان روحِك مش هي. أنا رحاب أسامة وبارحّب بيكم في حلقة جديدة من Dare to Dare. ما حدش طلب منِّك تعملي ده، سمعتِ الجملة دي قبل كده؟ عملتِ حاجة بتاخد من وقتِك، من مجهودِك ومن طاقتِك، وفي لحظة ضغط أو تعب فضفضتِ أو انهارتِ واتفاجئتِ إن الرد كان ما حدش طلب منِّك تعملي ده، حسيتِ بإيه؟ الجملة في الظاهر توجع، لكن لو وقفتِ لحظة مع نفسِك ممكن تغيّر حياتِك، لإن رمضان شهر مش عادي، رمضان رحلة تغيير، والتغيير الحقيقي يبدأ من جوّه. خلّونا نرجع تاني للحظة دي، لمّا أصحى في يوم وأبُص في المراية وأقول أنا مش أنا، يبقى أنا من غير ما أشعر وصلت لمرحلة من مراحل الاحتراق الداخلي الburn out. طيب إمتى وإزاي؟ لما يحصل تغيير كبير في حياتي، مسؤوليات جديدة وأنا مكملة بنفس توقعاتي القديمة عن نفسي، لما أتجاهل الإشارات اللي جسمي بيبعتها واضغط عليه أكتر، لما ظرف طارئ يحصل وفجأة حياتي كلها تبقى على وضع الطوارئ، كل حاجة مهمة، لما آخد جملة زي محدش طلب منك تعملي ده أخدها بشكل شخصي وأشوف نفسي ضحية وإن ما حدش مقدّر مجهودي، لمّا أربط استحقاقي وقيمتي باللي أنا باعمله وبس، من غير المسؤوليات دي أبقى مش عارفة أنا مين ومش عارفة قيمة نفسي، دي كلّها مراحل واضحة بتوصّل للاحتراق النفسي، الاحتراق الداخلي. طب تخيّلي إن اللي واقفة قدّام المراية وحاسة بالحزن والندم مش أنتِ، دي أقرب حد ليكِ، هي اللي واقفة مكانِك، هي اللي شايلة كل ده، هي اللي مكمّلة من غير تغيير. هتقولي لها إيه؟ هتقولي لها استحملي والّا كنتِ هتساعديها تعمل تغيير وتبقى في مكان أحسن؟ طب ليه الرحمة والتعاطف ده ليهم ومش لنفسِك؟ إزاي أرجع لنفسي؟ في حاجتين تبدئي بيهم، اكتبي واسمعي، هاتي ورقة وقلم ومن غير فلترة، اكتبي كل حاجة وأي حاجة تيجي على بالِك، اللي مفرحِك، إيه اللي ضاغط عليكِ، إيه اللي محتاجاه، إيه اللي وراكِ، إيه اللي جواكِ مش بتقوليه حتى لنفسِك. الحاجة طول ما هي جوه دماغنا حجمها بيكبر، أول ما تكتبي بتعملي تفريغ، الحاجات بتاخد حجمها الطبيعي وبتشوفي أنتِ شايلة إيه فعلًا. تاني حاجة اسمعي، جسمِك طول الوقت بيبعت رسايل، الحمل تقيل رتبي أولوياتِك، ضغط زايد اهدي وخدي نفس، عقلِك على وضع التنبيه، محتاجة راحة حقيقية اعملي تغيير حقيقي، الجسم عمره ما بيكدب ولو سمعناه نقدر نساعد نفسنا ولو تجاهلناه الصوت بيعلى. لما نكتب ونسمع بنعرف الشيلة اللي شايلينها وبنعرف إيه اللي بيضغط علينا وبيستنزفنا، ومن هنا من مكان وعي إن لو كملت من غير تغيير هبعد عن نفسي أكتر، ووعي إن الوقفة مش تعطيل، الوقفة إنقاذ لنفسي، ومن هنا أقدر أعمل إعادة تقييم لحياتي، لأفكاري، لعاداتي. يومي بيبدأ إزاي؟ طاقتي بتروح فين؟ وإزاي اللي بعمله ده فعلا بيقربني من ربنا مش بس بيستهلكني، ومن هنا أقدر أفكر وأقرر إيه اللي ألغيه، إيه اللي أقلله، وإيه هطلب فيه مساعدة. خليكي دايما فاكرة مش لازم كل حاجة تعمليها لوحدك، مش لازم كل حاجة تعمليها النهاردة. جزء كبير من تعبنا مش جاي من الواقع، جاي من افتراضات، من حوارات عمرها ما خرجت للنور. احنا بنتخانق مع الناس جوه دماغنا، بنكتب السيناريو والنتيجة مش هيقدر، هيفتكرني ضعيفة، لو قلت له مش هيوافق، وبنصدق السيناريو ونكمل ساكتين. لما بنتكلم فعلا الصورة بتوضح وسوء الفهم بيقل، وساعات بنكتشف إن اللي قدامنا كان مستعد يساعد بس احنا افترضنا العكس. وزي ما بيقولوا دوام الحال من المحال، طبيعي لما يحصل تغيير يأثر عليا وعلى دوري ومسؤولياتي، طبيعي إن الأدوار والمسؤوليات تتراجع وتتعدل، مش منطقي أكمل بنفس الطاقة وعلى نفس الاتفاق القديم. إعادة التفاوض مش ضعف، ده وعي، ورغم إني أكمل من مكان أقدر أدي فيه من غير ما أضيع نفسي. رمضان فرصة مش بس نصوم عن الأكل، لكن نصوم عن تحمل شيء مش مطلوب نتحمله، نصوم عن توقعات غير واقعية، نصوم عن أدوار محدش طلبها مننا. يمكن الجملة اللي وجعتك مش تقليل، يمكن تنبيه إنك تسألي نفسك هل اللي بعمله فعلا مطلوب ولا أنا اللي حطيت الحمل ده على نفسي وبقيت شايلة فوق طاقتي. تنبيه إنك تسألي اللي حواليكي انتوا محتاجين مني إيه فعلا. رمضان ده خليه مختلف، خليه بداية لتغيير حقيقي، علشان تبصي في المراية وتقولي من مكان حب وتقدير واحترام دي أنا.